السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة. أول شيء نسألكم المباركة، والله يبارك للجميع يا رب. عاوز أقول معلومة على السريع كده، الله يبارك فيكم. بالنسبة لي البرواز اللي قدامكم ده تمام، طبعا الله يبارك في الجميع، ده بيت ملكي متقفص عليه زي ما انتم شايفين، بيت ملكي متقفص عليه. لو انتم تلاحظوا في بيت ملكي هنا اخر تمام، ربما يكون الملكة خرجت منه، شايفينها انتم تمام. طبعا البيتين دولت، البيت ده بالمناسبة اللي خرجت فيه العذراء ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله يا رب كل اللي شاهد على الفيديو نتمنى ان هو يذكر الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البيت الملكي ده كان الموضع بتاعه تمام في مكان اخر، وبالتالي انا شلته حطيته في منتصف البرواز وقفصت عليه بالقفص اللي انتم شايفينه ده، على اساس ان انا احافظ عليه واستفيد من الملك. ده اللي احنا بنقول عليه تستفيد من الملك تمام. طبعا الملكه ديت ما شاء الله خرجت تمام، وده اللي انا كنت اتكلم فيه في موضوع التطريد تمام، ان مش كل تطريد ان انا اقول عليه تطريد ملكات فاشله تمام. انا عارف الملكه الام بتاعتها، فبالتالي استفيد من دي. طبعا دي خرجت ما شاء الله، اخدت الملكه دي تبارك الله استفدت منها، وديت الملكه ديت اللي خرجت دي ان شاء الله زي ما بيقولوا كده هفرج عنها استفيد منها داخل الخليج تمام. طبعا زي ما انتم شايفين هي ما شاء الله تبارك الله تمام. انا كرجل نحال الملكه اللي خارجه من البيت الملكي اشوف الاجنحه بتاعتها فيها مشكله، حركتها فيها مشكله تمام. طبعا ده البيت الملكي اهو زي ما انتم شايفينه اللي خرجت منه الملكه اهو زي ما انتم شايفينه ما شاء الله تبارك الله. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، البيت الملكي ده انا قفزت عليه امتى؟ قبل خروج الملكه بيومين اتنين قفزت عليه بالقفص اللي انتم شايفينه ده عشان اقدر استفيد منها تمام. سبت معاه كام شغاله مع البيت الملكي؟ 3-4 شغالات تحت القفص ده تمام. الملكه زي ما انتم شايفين خارجه، النحل بيستقبلها لا يوجد مشكله، لان هي خارجه داخل الخليج، هي خارجه داخل الخليج تمام. حبينا بس نقول المعلومه دي على السريع، لان يشهد الله انا اي شيء في منحلي باشتغله تمام، سواء بقوله في ملفات صوتيه او سواء لو الفرصه متاحه ليا في لقطه زي اللي احنا فيها دلوقتي كده تمام، احب ان انا افيد بها الاخ الاخر تمام. طبعا الملكه نقدر نقول هي تقريبا خارجه امس الملكه ديت من البيت الملكي، فبالتالي الخليه طبعا بدون ملكه خالص، خليه يتيمه. استلمت الملكه زي ما انتم شايفين، لسه فارج على الملكه قدامكم تمام، ولا يوجد اي مشكله، والنحل مستقبلها والامور طيبه تمام. ده طبعا البيت الملكي اللي هو خرجت منه الملكه، لو انتم شايفين ده مش موضوعه الطبيعي تمام. حتى تلاحظوا انا ملحمه زي ما انتم شايفينه كده تمام. ده طبعا البيت الملكي ما شاء الله اللي هو خرجت منه الملكه زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله تبارك الله. وديت الملكه اللي احنا افرجنا عنها تبارك الله ما شاء الله، تلاقيها في الاتجاه التاني تمام. فحبينا بس نشارك معاكم الفيديو دوت، وهو ان اي نحال يكون عنده ملكه ممتازه تمام، الملكه هي ما شاء الله تبارك الله. نسال الله يا رب يبارك للجميع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اي نحال الله يبارك في الجميع يكون عنده بيوت ملكيه وظروف مناسبه للتلقيح، يا اخي ما تخربهاش، استفيد منها، نزلها في نويه، نزلها في نويه تمام، نويه تلقيح، لانك هتحتاج بعد كده للملكات دي. اي ملكه صدقني صدقا هتحتاج ليها تمام. طبعا لو ربما يلاحظ بعض الاخوان في هنا حضانه ذكور، ده لان ما شاء الله ربما يكون احنا في موسم البرسيم داخل مصر، فبالتالي التلقيح ربما يكون مناسب داخل مصر تقريبا لمده 15/6، وتختلف من مكان لمكان اخر يعني تمام. طبعا الله يبارك في الجميع، ده البيت الملكي الاخر اللي كان في الاسفل زي ما انتم شايفين. طب ليه انا قفزت على بيت ملكي بالقفص دوت تمام وتركت دوت؟ لان لما اترك دوت والعذراء تخرج داخل الخليه مفيش مشكله تحدث، انما ان انا اسيب الاثنين بدون ما اقفص على واحد منهم، بالتالي واحد هيخرج، ملكه هتخرج هتخرب البيت الثاني ومش هستفيد منه. فاهمين اتكلم في ايه؟
فلعل بس يكون الصوره واضحه للاخوان. طبعا لما نيجي نتكلم، انا اتكلمت قبل كده عن الموضوع ده في موضوع الملكات، تمام؟ هل حجم الملكه مناسب؟ نعم يعتبر مناسب، لان ما ننساش امر اخر، ملكه ان شاء الله بعد ما بيتم تلقيحها حجمها بيزيد، تمام؟ يعني بعد ما بتتلقح النحل بيمدها بالغذاء الملكي، بعد كده تبتدي تمشي داخل الخليه، الحجم بتاعها يقدر يزيد مع وضعها للبيض، تمام؟ حتى بس يكون الصوره واضحه للاخوان. كان في اخ طلب مني فيديو اتوقع عن فحص الخليه او التعامل ازاي مع الخليه. اخويا الله يبارك في عمرك، انا متذكرك والله، لو الوقت متاح لي اليوم هصور لك ان شاء الله. مش متاح فانا بعتذر منك، لان صدقا يعني ربما يكون احنا في موسم تقريبا دلوقتي في موسم برسيم، في ساعات الواحد بيكون الوقت مش في ايده شويه، فانا بعتذر منك لو ما صورتلكش الفيديو النهارده، تمام؟ نسال الله يا رب تيسير للحل للجميع، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا ملحوظه بسيطه، لما انا افرجت على الملكه بالقفص الملكي قدام الاخوان لسبب واحد، انا شايف النحل هادئ. لو النحل فيه شراسه كان صعب ان انا افرج عليها كده واقعد اصور كده وانا واقف. ليه؟ لان ممكن الشراسه بتاعت النحل يتكور على النحل ده، يتكور على الملكه يموتها، تمام؟ ممكن الملكه تطير، تمام؟ حتى يكون بس العلم عند الاخوان، تمام؟ طبعا الله يبارك فيكم. الخليه ديت لو نلاحظ، عاوزكم تلاحظوا معايا كده، بسم الله، في هنا يرقات او يرقات، مقصود كلامي يعني كان في ملكه فيما قبل، تمام؟ يرقات زي ما انتم شايفين هي عمرها 4-5 ايام، ديت الله يبارك في الجميع الملكه الام اللي كانت ملقحه داخل الخليه، تمام؟ دي الملكه الام اللي كانت ملقحه داخل الخليه. طبعا انا رفعت الملكات وبالتالي بنزل ملكات عذاره للخلايا عندي، لان انا في موسم برسيم، واشرت للفيديو ده قبل كده، حيد الخلايا بتاعتك باكبر قدر، سواء ترفع الملكه، تركب حاجز ملكي، تنزل ملكات عذاره، ده اللي انا اتكلمت عليه، يعني اللي انا بتكلم عليه بنفذه في مرحله. فاهمين انا اتكلم في ايه ولا محدش واخد باله من اللي انا اتكلم فيه؟ على العموم الله ييسر الحل الجميع، ونسال الله يا رب يكون نحل الجميع في افضل الاحوال، اللهم امين. الله يبارك في الجميع. نتمنى مشاركه الفيديو على الاخوان اللي مش متابعين معانا يستفيدوا، ونتمنى الاخوان اللي ما اشتركوش معانا يشتركوا في القناه، لعل ان شاء الله نقدر نفعل ميزه البث في اسرع توقيت باذن الله. الله ييسر الحل الجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.